مش لاعب، وحياة امي ما جاي ومش لاعب. انسحب يا كابتن حسين يا لبيب، انسحب قبل ما يفلقونا. الاهلي يفوز على يفوز ايه؟ الاهلي ينكح الاسماعيلي بسكور بعرض البيت، وكل اللعيبه بسم الله ما شاء الله اون فاير. مفيش لاعب في الملعب مش مركز، مفيش لاعب في الملعب ما بيسجلش وبيرجع لمستواه. يا راجل ده مروان عطيه قعد 103 مباراه في النادي الاهلي، اول هدف سجله في المانجا. امام عاشور وسجل كالعاده. حسين الشحات يا راجل رجع وسجل. احمد رضا الصفقه الجديده لاعب نص الملعب الديفندر سجل. انا هلاعب الاهلي ازاي؟ كيف سنواجه هذا الفريق؟ هذا الفريق المكتمل صفوفه. انت بتتكلم النهارده كمان وسام ابو علي رجع مع جراديشار مع امام عاشور مع مروان عطيه مع حسين الشحات. وانا اللي قاعد بقول بقى يا سلام لو الاسماعيلي النهارده بس يعني يتعادل ولا يكسب يا عم. روح شوف لك حاجه، يعني شوف لك حاجه تعمل لك حاجه. الاهلي يفوز على الاسماعيلي ويعتلي صداره الدوري مؤقتا لحد ما بيراميدز يلعب بكره. وما اعتقدش ان بيراميدز هيقدر يكمل مع الاهلي في مشوار الضغط اللي الاهلي بيضغط عليه فيه ده. بيراميدز هيقع. الاهلي لما يكسب الزمالك هيقرص اكتر واكتر على بيراميدز. احنا بقى ايه؟ انا اتجننت رسمي. انا الدوري المصري جنني رسمي. نادي الزمالك وفرقه الزمالك بتاعت الكوره جننتني رسمي. انا فرقه هتنافس دول، انا فرقه هتنافس الزرازير دول اللي ما بيشوفوش قدامهم. نافس دول باحمد السيد ميزو وعبد الله السعيد اللي مش قادر يدي بدني 90 دقيقه، وسيف الدين الخديوي احسن 9 في مصر، ومصطفى شلبي ونبيل عماد رنجه. امنت بالله واستر يا رب. انا خايف وبقول لك الماتش ده لو بالاداء اللي شفناه النهارده سواء في مباراه الزمالك وبتروجيت او مباراه الاهلي والاسماعيلي، سكور للاهلي. الاهلي لو ما كسبش سكور يبقى مقصر. ولكن ماتشات القمه في الاول وفي الاخر 50-50. مهما كان مستوى الفرقه دي او مستوى الفرقه دي، ماتشات القمه دايما بره التوقعات. ولكن المباراه دي صعبه جدا 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 على نادي الزمالك، لان مارسيل كولر دلوقتي ماسك كل مفاتيح اللعب في النادي الاهلي، وعامل سكواد محترم وعامل تشكيله محترمه وطريقه لعب محترمه، وعارف ازاي يكمل في منافسه الدوري. واناشد كابتن حسين لبيب ومجلس اداره نادي الزمالك، انسحبوا ارجوك انسحب زي ما عملت الموسم اللي فات. انسحب، لان المباراه دي انا مش قادر نفسيا ان انا استناها اسبوع، ولا قادر ان انا بعد اسبوع اقعد اتابعها. المباراه دي لو اللي في بالي حصل وطريقه اللعب اللي احنا بنشوفها دي حصلت في الملعب، مش هيبقى عندنا حاجه نعملها غير ان احنا نقول على نفسنا يا رحمن يا رحيم.